يعني ايه بوابة دفع وازاي تقدر تفعل كل بوابات الدفع بتاعتك عشان تقدر تستقبل فلوس بالدولار في التجارة الإلكترونية. هتعرفوها كلها في الفيديو ده، خليكم معانا. السلام عليكم، انا اسمي خالد رضوان وبقالي اكتر من 5 سنين بشتغل في الدروب شيبينج او التجاره الالكترونيه. في الفيديو ده النهارده انا هتكلم على حاجه من الحاجات اللي هي ممكن تكون عامله اكبر مشكله في الوطن العربي، ليها علاقه بدفع الفلوس بتاعه الدروب شيبينج او التجاره الالكترونيه او بما تسمى بوابات الدفع. طيب خلينا الاول بس قبل ما ابدا ان انا اشرح الموضوع اشرح لكم الاول يعني ايه بوابه دفع. النهارده دلوقتي معظم الناس وهي بتتكلم عشان تبدا انها تعمل ستور اونلاين او هي جايه عايزه تشتغل وتعمل ستور اونلاين بتحتاج طريقه تقدر تستلم بيها فلوسها. لو انت هنا في مصر او في اي بلد ممكن تستخدم بوابه دفع عاديه جدا اللي هي بتستقبل فلوس بنفس العمله، زي ايه؟ زي باي موب او بوابات الدفع اللي هي متاحه في البلد دي. بس لو انت فاتح ويب سايت وعايز امريكان او اجانب او اوروبيين يشتروا منك بالعملات بتاعتهم، هل بوابات الدفع دي بتقبل الفلوس بعملات مختلفه؟ الاجابه هي لا، والسبب ده هو اللي عامل المشكله. يعني ايه؟ يعني ان انت لازم يكون عندك بوابه دفع بتقبل انها تستقبل فلوس بعملات مختلفه غير العمله المحليه في البلد اللي انت فيها. طيب واحده واحده كده عشان نبدا ان احنا نتكلم مع بعض ونبدا نشوف هنعمل ده ازاي وعشان اشرحها بتتعمل ليه اصلا. اول حاجه انت عندك البنك، والبنك ده هو اول حاجه موجوده في السايكل دي كلها او في الدايره دي كلها. وعندك الحاجه اللي موجوده كمان هو العميل اللي هو ايه؟ عايز يدفع فلوس وعنده حساب في البنك ده. النهارده لما بيجي حد يخش على الويب سايت ويجي عايز يدفع فلوس عشان يشتري ايتم او منتج معين او خدمه زي كورس مثلا، الفلوس دي مش بتتقبل بس من البنك وخلاص، بيبقى في وسيط في النص اسمه بوابه الدفع. البوابه دي بتعمل ايه؟ بتلاقي كارت دخل في الويب سايت ده، تبدا انها تتاكد ان الكارت ده صالح وفي فلوس وما فيهوش اي مشاكل وتابع للبنك ده، وبتقوم عامله ابروفل للعمليه دي. بيبدا البنك يعرف ان في فلوس اتدفعت، وبعد كده بوابه الدفع دي بتحول الفلوس على البنك التاني. فانا النهارده داخل عشان اشتري حاجه اونلاين، بحط الكارت بتاعي وبتبدا بوابه الدفع تتاكد مني انا شخصيا، وبعد ما بتتاكد مني بتحول الفلوس للبني ادم اللي بيبيع الحاجه دي اونلاين. وهي دي وظيفه بوابه الدفع بكل بساطه. طيب احنا النهارده في بلد ما بتسمحش لكل بوابات الدفع انها تستقبل فلوس بالدولار، مع انها حاجه احنا فعلا محتاجينها، بس عشان نتغاضى عن الموضوع ده بنبدا نستخدم بوابات دفع غير محليه. زي ايه؟ زي بوابه دفع اسمها سترايب. ايه هي سترايب؟ سترايب تعتبر من اكبر شركات بوابات الدفع في العالم. وتعالوا معايا على اللابتوب وهنشوف كل حاجه في جوجل وازاي بنعمل كل حاجه عشان يبقى الكلام اللي انا بقوله واضح وصريح. لو جيت كتبت سترايب على جوجل او سترايب مثلا، بلاش سترايب، خلينا نكتب وات از سترايب وجينا نزلنا تحت شويه. وات از سترايب اند هاو داز ات ورك؟ بيقول لك ايه؟ سترايب از ان اونلاين بيمنت بروسيسنج اند كريدت كارد بروسيسنج بلاتفورم. يعني ايه؟ بيبروسس البيمنتس والكريدت كاردز ما بين البنك ده للبنك ده، فهي بوابه دفع او الوسيط اللي في النص. لما عميل بيجي يشتري برودكت اونلاين، الفاندز تو بي ديليفرد تو ذا سيلر، سترايب allows safe and efficient processing of funds via credit card. يعني هو بيتمم العملية دي بسلام عشان الاتنين ما يتضروش، سواء اللي بيشتري او سواء اللي بيبيع. طيب بعد كده بقى كان كتير قوي عن سترايب، لو اي حد عايز طبعا يبدا يشوفه، بس هي سترايب يعني من اكبر الشركات اللي في العالم لبوابات الدفع، وهي موجوده من 2010، وهي ايريش امريكان فاينانشال سيرفيس، وموجوده حاليا هيد كوارتر بتاعها في ساوث سان فرانسيسكو، تمام، في امريكا يعني. طيب النهارده انت محتاج 3 حاجات. محتاج تعمل اكونت على سترايب، تعمل اكونت على باي بال، وتعمل اكونت على وايز. واحده واحده كده نبدا نشرح كل حاجه بالتفصيل. بعد ما انت عملت الستور بتاعك وعملت الويب سايت بتاعك والكلام الظريف ده كله وعايز تبدا تحط بوابات الدفع عليه، النهارده عشان تعمل شركه في سترايب عندك حلين. عشان تفتح اكونت في سترايب وانت مش امريكي او انجليزي عندك حل من 2، يا اما عندك حاجه اسمها سترايب اطلس، وسترايب اطلس ده ممكن اي حد يستخدمه لو هو مش مواطن امريكي او انجليزي، وساعتها بتعمل اكونت على سترايب ب $500. والحل التاني انك تعمل شركه انجليزي عشان تفتح اكونت على سترايب يو كي. طب ليه بقول شركه انجليزي؟ لان سترايب النهارده ممكن تعمل شركه امريكيه طبعا وشركه انجليزي، بس سترايب النهارده لو هتعمل شركه امريكي بتتكلف $400، فالشركه الانجليزي هتبقى ارخص من كده بكتير، وهوريكم دلوقتي بالظبط ازاي. سترايب يو كي عشان تعمل فعلا اكونت عليه محتاج ايه؟ اول حاجه انت محتاج يكون عندك باسبور وفوق ال 18 سنه، في اسمك باين والعنوان بتاعك واضح جدا وما فيهوش اي مشاكل. والباسبور ده دايما بيتاخد عشان البروف اوف ايدنتيتي، بس يعني عشان يتاكد ان انت
الشخص اللي بتحاول تقدم. ده رقم واحد. رقم اتنين، انت محتاج تعمل شركه عشان انت محتاج عنوان انجليزي. فانت بتعمل شركه النهارده عشان تفتح سترايب يو كي اكونت عشان يديك عنوان انجليزي. انت النهارده مش ساكن في انجلترا، فبالتالي محتاج عنوان موثق من شركه، يبقى عندك شركه قائمه فعلا عشان يبقى عندك عنوان عشان تعرف تعمل اكونت. الحاجه الثالثه اللي انت محتاجها هو رقم تليفون انجليزي. في ابلكيشن اسمه فايك VYKE، ده مش حاجه على النت هتشوفها، ده ابلكيشن على الموبايل. بتنزل الابلكيشن وبتشتري رقم لمده 3 شهور، رقم انجليزي بحوالي 170 جنيه كل 3 شهور، ولازم يبقى معاك على طول، فتقعد تدفع 170 جنيه دي كل 3 شهور. طيب لما بتيجي تعمل الشركه دي بتديك كذا ورقه، وبرضه هوريكم الورق ده عامل ازاي بالظبط، وبياخد الموضوع من 5 ل 7 ايام، وبيكون عايز ان هو يطمن ان الباسبور ده هو انت فعلا، وبيبقى عايز بروف اوف ريزيدنسي. يعني ايه؟ يعني النهارده دلوقتي انت اديت له الباسبور حلو، واديت له الورق بتاع الشركه. طبعا احنا اول خطوه هنعملها هو ورق الشركه عشان نعرف نعمل اكونت على سترايب. طب لما عملنا ورق الشركه محتاج انه يتاكد من عنوان بيتك الشخصي بقى فعلا المحلي. هل الباسبور هو اللي بياكد لك العنوان؟ لا، بس ايه بقى اللي بياكد العناوين الثانيه؟ بانك ستيتمنت او فاتوره كهرباء، فاتوره غاز، ايا كان ايه الفاتوره، المهم ان هو يكون مكتوب عليها اسمك ويكون مكتوب فيها العنوان اللي انت كاتبه على سترايب، مش عنوان الباسبور. يعني الباسبور ده بروف اوف ايدنتيتي اللي هو الشخصيه. بروف اوف ريزيدنسي بيحتاج حاجه تثبت ان انت كشخص ساكن في العنوان اللي انت كاتبه، مش العنوان الانجليزي. في عنوان اللي هو بيقول لك عنوان مقر الشركه فين، ومكان تاني لما تيجي تعمل اكونت على سترايب بيقول لك مقر سكنك فين. فعادي جدا تعمل اكونت سترايب يو كي وانت ساكن في اي حته تانيه في العالم. طيب ايه هي بقى الحاجات اللي احنا محتاجين نبدا ان احنا نشتغل عليها عشان نبدا نعمل اكونت على سترايب؟ اول حاجه بتخش على ويب سايت اسمه فيرست فورميشنز. ده الويب سايت اهو، بنخش على فيرست فورميشنز. ايه هو فيرست فورميشنز؟ فيرست فورميشنز ده سمبل كومباني انفورميشن من اول 13 جنيه استرليني، مؤسس لشركات. ده ويب سايت قانوني 100%، وبيأسس لك الشركه الانجليزي بتاعتك. طبعا هتلاقي باكجز كتير جدا، بس خليني اوريكم بالظبط. ولو انتوا حتى حابين تتكلموا مع حد من الشركه دي، ممكن ادي رقم التليفون موجودين 24 ساعه في السبع ايام في الاسبوع، ففي اي وقت حابين تتكلموهم وتتاكدوا منهم براحتكم خالص. واخدين هنا طبعا تراست بايلوت وجوجل، الريتنج بتاعهم قوي جدا جدا، 4.95 4.9 فيال. فدي كلها حاجات تقول لك قد ايه الويب سايتس دي كويسه جدا وموثوق فيها، وهسيب لكم اللينك في الديسكربشن تحت. طيب عندنا هنا ايه؟ ده الديجيتال، دي البرايفسي، ودي البروفيشنال. طيب تعال نشوف البرايفسي بتديك ايه. LTD كومباني. يعني ايه LTD كومباني؟ يعني بتديك الشركه ديجيتال كومباني لندن ريجسترد اوفيس، وهي دي اهم حاجه انت محتاجها. فانت ممكن ما تشتريش اي حاجه غير البرايفسي دي، مش محتاج غير دي، بس لازم كل فتره تبعت لهم ميل عشان تفهم موضع الضرايب عندك عامل ازاي. انا مش خبير بتاع ضرايب، انا في واحد بساله هل الضرايب بتاعتي المفروض ادفع امتى وادفع كام، وهو اللي بيخلصها لي مش انا. عشان كده لازم تكون انت اللي بتتكلم مع الفيرست فورميشنز، تبعت لهم ايميلات على طول تقول لهم انت بتكسب كام، ما بتكسبش كام، ما كسبتش حاجه خالص، عشان تقدر تحدد موقفك الضريبي ايه كل سنه او كل 3 شهور او كل 6 شهور. الحته دي مهمه جدا يا جماعه. طيب فدي اول حاجه. فيرست فورميشنز بعد ما بتعمل، انت لو جيت عملت هنا باي ناو هتلاقي نفسك داخل في كذا بقى اسم شركتك ايه، وطبيعي جدا كل الاسئله اللي هيسالوها لك، وزي ما احنا اتفقنا هيسالوك عن الباسبور وعن كل حاجه. تختار الباكج بتاعتك واديشنال سيرف، ما تختارش اي سيرفيس زياده. انت هو مش هتدفع غير ال 27 دي وعليها ضرايب باين، هتبقى حوالي كلها على بعض 34 جنيه استرليني. بعد ما بتدفع الفلوس اللي بيعمله ان هو بيقول لك خش نزل ابلكيشن اسمه كريداس CREDAS. لما بتنزل الابلكيشن ده بتابلود بقى سيلفي وبتابلود الباسبور بتاعك وبتعمل كل الحاجات دي، وبيبدا ان هو يبعت لك ورق الشركه بعد 5 6 أو 7 ايام. ورق الشركه بيبقى شكل زي كده، بيدوك 1 2 3 4 5 6 ورقات. ال6 ورقات طبعا كل واحده فيهم ليها حاجه معينه، بس من اهم الورق اللي انت هيبقى عندك هو الكومباني نمبر ده، فبيديك ورق زي ده خلاص. وبعد كده لو انت جيت بصيت برضو في دي الانفويس، دي فاتوره انت دفعتها، بلاش الفاتوره، في حته تانية كان جايب لك فيها العنوان اهو، وده عنوانك ريجسترد اوفيس ادرس كذا 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 كذا، وده العنوان انت تاخده وتاخده كوبي بيست في اي اكونت بتبدا تعمل فيه اكونت يو كي. يعني وايز هتستخدم العنوان ده، باي بال هتستخدم العنوان ده، سترايب هتستخدم العنوان ده، زائد رقم التليفون اللي انت جايبه برضو من ابلكيشن اسمه فايك. تمام. بعد ما عملت ورق الشركه بتبدا ان انت تخش بعد كده على سترايب يو كي، وبعد ما بتخش على سترايب يو كي بتبدا ان انت تحط كل البيانات بتاعه الشركه. اخر السؤال على سترايب هيقول لك اديني رقم الحساب اللي انت حابب ان انت تبدا تودع فيه الفلوس. يعني سترايب دي بوابه دفع، ما بتحتفظش بفلوس، فلوس هتيجي هنا لازم تتحول بقى البنك. هتقوم عامل ايه؟
هتوقف كل حاجه وهتبدا تعمل اكونت على وايز. النهارده وايز منع ان انت تعمل حساب بيرسونال، لكن ما منعش ان انت تعمل حساب بيزنس وانت مصري او انت اي جنسيه تانية. فبرضه للمصريين تاني تقدر تعمل حساب على وايز لو عندك شركه انجليزي وفي نفس الوقت بتعمل اكونت بيزنس. فهتعمل اكونت بيزنس على وايز، هيقوم مديك بعد كده رقم الحساب البنكي بتاعك. لما يديك رقم الحساب البنكي بتاع الانجليزي بتاعك بتحطه في سترايب عشان تكمل الانفورميشن. طبعا ناس كتير جدا هيبقى عندها نفس المشكله ان هي ازاي تدفع ال 45 جنيه استرليني بتاعه وايز. اول حل لو عندك اي حد تبعك ساكن بره مصر او عايش بره مصر تقدر انت تاخد الفيزا بتاعته وبعد كده تبقى ترد له الفلوس، ده انسب واسهل حل ممكن تستخدمه عشان مفيش كارت مصري بيقبل يدفع لبنك الكتروني. الحل التاني، وانا سمعت ناس كتير بتتكلم على الحل ده، على كارت اسمه يلا باي من البريد المصري. يلا باي تقدر انت تودع فيه الفلوس دي بفودافون كاش وبعد كده تبدا ان انت تدفع فلوس وايز. الحل ده طبعا انا مش متاكد منه 100%، لكن ناس كتير جدا قالت ان الحل ده اشتغل معاها ونجح. وفي طبعا حلول تانية بس يعني اعتقد ان هو ده انسب حلين للموضوع كله. بعد ما بتعمل اكونت على وايز بيديك رقم حساب انجليزي وبيديك رقم حساب امريكي وبيديك رقم حساب اوروبي، فبقى معاك ارقام حسابات بنوك زي ما انت عايز. بتبدا توصل بنك كيو ام بي بالبنك بتاع وايز. يعني ايه؟ سترايب بيحول على وايز انت عايزه بقى يحول لك للحساب المحلي، بتحط الحساب بتاع كيو ام بي او كارت بتاع يلا باي. وطبعا كيو ام بي ممكن تحط الديبت كارد او ممكن تحط الحساب البنكي بتاعك. وبعد كده بتعمل اكونت على باي بال، تخش على باي بال يو كي وتعمل اكونت بزنس. ولما بتيجي تعمل اكونت بزنس بتبدا ان هو يقول لك ايه؟ عنوانك اللي هو الانجليزي وعنوان السكن، هتحط نفس عنوان المكتب هو عنوان السكن. دي الحاجه الوحيده اللي هتعمل فيها كده، لان باي بال يو كي ما بيشوفش اي بلد تانية غير جوه اليو كي، فمش هتلاقي مصر موجوده ومش هتلاقي اي بلد عربي موجود. كده انت هتكون كملت السايكل كلها بتاعت بوابات الدفع. اول حاجه عملت الشركه، ثاني حاجه عملت اكونت على وايز بزنس وبعد كده دفعت ال 45 جنيه استرليني، وبعد كده عملت اكونت على باي بال، وباي بال بتربطه بوايز. لما بتربطه وايز باي بال بيبعت سنت او قرش لوايز عشان تتاكد ده لحساب البنك، بيبعت لك 4 اكواد، تاخد الاربع اكواد تحطهم في باي بال وكده بيقول لك كونجراتيوليشنز والموضوع كله نجح وتمام مفيش اي مشاكل. بعد كده بتعمل اكونت على سترايب، وانت بتعمل اكونت على سترايب يو كي مش سترايب تاني يا جماعه، مش سترايب امريكا. بيقول لك في الاخر اديني رقم الحساب الانجليزي، بتاخده برده من وايز وبتحطه في سترايب وبيبقى عندك كده بوابات الدفع كلها جاهزه ما فيهاش اي مشاكل. اهم حاجه تاني زي ما انا قلت لكم، لازم فيرست فورميشنز تبعت لهم كل فتره عشان تعرف موقفك الضريبي ايه. ده واحد. تاني حاجه، حاول ويا ريت تحاول تبقى متأكد مليون في المية ان الويب سايت بتاعك لازم تكون عامله قبل كل ده. ليه؟ لان سترايب عشان يبدأ ان هو يعمل لك حساب بيقول لك اديني الويب سايت بتاعك، فبالتالي لازم يكون في ويب سايت والبوليسيز موجودة فيه. يعني ايه البوليسيز موجودة فيه؟ يعني البرايفسي بوليسي، الريفند بوليسي، شيبينج تيرمز، كل الحاجات القانونيه دي لازم تبقى باينه وموجوده في الويب سايت بتاعك عشان سترايب بيخش يشوفها بناس حقيقيه بتخش تشوف الويب سايت بتاعك هل هو قانوني ولا لا. طبعا ما ينفعش تجيب سيره كلمه اسمها دروب شيبينج نهائي لان هو هيقفل لك الاكونت بتاعك. ولو انت بتوصل بضاعه في 15 يوم لازم تكتب على الشيبينج بوليسي انك بتوصلها في 20 احتياطي. ليه؟ لان لو اي حد بيشتكي سترايب بيشوف عدد الريتيرنز بتاعتك او الشكاوي وبيزد على الشكاوي دي بيبدا ان هو يقفل لك الاكونت. انت بالطريقه دي تكون كملت دايره بوابات الدفع وما عندكش اي مشاكل فيها ان شاء الله وهتبقى شغاله عاديه. برضو يا جماعه عشان انوه لكم، مش عشان انت عملت بوابه الدفع معنى كده انك ممكن تعمل اي ستور وتنجح عادي. ناس كتير جدا بتبعت لي وبتقول لي انا خلصت بوابه الدفع وعملت ستور بس ما فيش اي حاجه بتتباع. ليه؟ عشان الناس مش بتركز في تسويق المنتج او اختياره. يا ريت تتفرجوا على بقيه الفيديوهات عشان تفهموا اكتر ازاي تعملوا كده. بعد ما بتخلص انت بوابات الدفع تبدا تربطها بالويب سايت بتاعك اللي هو شوبيفاي عشان الموضوع كله يكمل ويبقى اي حد بيشتري حاجه من الويب سايت بتاعك يقدر ان الفلوس تتحول لك على طول. يا رب اكون فدتكم واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.